يا اخوانا عسلامة، تونس التاني على مستوى العالم كله في الرماية بالسلاح الناري من يوم 15 لحد يوم 19/7 الشهر اللي احنا فيه حاليا ده. اتعملت فيه بطولة دولية في الصين للرماية بالسلاح الناري، شارك فيها 90 فريق من 45 دولة، وشارك فيه فريق من الحرس الوطني التونسي. الصدمة فين؟ ان البطولة دي للمتميزين، يعني ال 90 فريق المشاركين من اميز المتميزين، دولت اكتر ناس متميزين في الرمايه في العالم كله. يعني اقل واحد فيهم بيمشي على الحيطان وبطلع نار من بقه وبيضرب صواعق من ايديه. جم رجال تونس يا ودي وهم بيسمعوا اغاني العم لطفي بوشناق، يا زهره عمري يا سمره يا اللي نورت اللياليه، وضاربين هريسه، الهريسه تحرق ومطعمها بنين، وقاموا جاي لك علاش الفراشه تهز زين زيو زيو زيو. خدوا المركز الثاني على العالم كله، خدوا المركز الثاني في البطوله والمركز الثاني على العالم كله. يعني قوات الامن التونسيه لو نشت اي حد، بعيد الشر عننا كلنا عن الاعداء، يعني الاعداء لو نشت واحد في الاعداء طلقه على فنزويلا دايركت مفيش. ايه ده يا اخوانا؟ السر في الهريسه ولا السر في سيدي بوسعيد يا ودي ولا السر في اللهجه؟ حبايب قلبي يا توانسه، تحياتي ليكم، سلام. اكتبوا لي رايكم في التعليقات.